رباعي هجومي يقود السعودية واليمن يعول علي الدحاحي. دفع سعد الشهري مدرب منتخب السعودية برباعي هجومي في تشكيل فريقه خلال مواجهة اليمن، ويتولى الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي مهمة تدريب الفريق الأول للأخضر بدلا من الفرنسي هيرفي رينارد. ويلعب منتخب السعودية ضد اليمن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم العراق وعمان أيضا. ويخوض منتخب السعودية البطولة بلاعبي المنتخب الأولمبي، إضافة إلى بعض لاعبي المنتخب الأول الذي لم يحصلوا على الفرصة في كأس العالم 2022. ويعتمد الشهري على الرباعي سميحان النابت وتركي العمار ومصعب الجوير ورائد الغامدي في قيادة هجوم فريقه ضد اليمن. وجاء تشكيل السعودية لمواجهة اليمن كالتالي: المرمى نواف العقيدي، الدفاع قاسم لجامي، زياد الصحفي، أحمد بن مسعود، مداد الله العليان، الوسط رياض شرحالي، عوض الناشري، أمامهما سميحان النابت ومصعب الجوير وتركي العمار. الهجوم رائد الغامدي. في المقابل يعتمد التشيكي ميرسيفال سكوب المدير الفني لمنتخب اليمن على عمر الداحي في قيادة هجوم الفريق. المرمى سالم الهاشر، الدفاع عماد الجديمة، مدير عبد ربه هارون الزبيدي، أحمد الوجيه، الوسط محمد لطيري، ناصر محمد، أنيس المعماري، عبد الواسع المطيري، أحمد ماهر، والهجوم عمر الداحي. أتمنى تستمتعوا بالمباراة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا من العراق والسعودية ودول الخليج، تحياتي لكم من مصر. أتمنى لكم بطولة ممتعة في البصرة 5/25. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.